موضوع بيان باسم أهالي سنجار ندين ونستنكر اعتقال مقاتلي وحدات مقاومة شنقال يبشة ومن قبل الجيش العراقي. نطالب نحن كأهالي سنجار بأن يتم إطلاق سراحهم بأسرع وقت، وإلا سوف نقوم بمظاهرات في جميع مناطق سنجار. ونطالب من قيادة الجيش العراقي بمحاسبة المتسببين بهكذا أفعال ضد قواتنا اليبشة. ونحن كأهالي سنجار نعلم جيدا بأن هذا التصرفات لا يليق ولا تحاسب أعمال فردية على الجيش بأكمله، وإنما في الوقت الحالي يجب أن تكون القوات والأجهزة الأخرى في المنطقة أكثر حرصا وانضباطا لكي نمنع أي جهة خارجية في التدخل بشؤون المنطقة وأثار الضجة وإشعال نار الفتنة بيننا. اعلموا لن ولم نقبل بتكرار هذه الأفعال والخروقات مرة أخرى. وفي النهاية نطالب بإطلاق سراحهما فورا. أهالي سنجار 19/10/2020. بدستوري خده افرو ام الفدره كوبونا الدره مقر لواء هفته دو او ام داخوانيا خو بدين داخوانيا ما برايا گشتيا حكومه العراق قوات امني ني المنطقه ده هاي ما ام هفيدارين کو هر دو ضلع में ما دست سرکری افزوترین دم بردن دا مشکل زیاده نبن و هکا هر دو ضلع में ما بر ندان ام دست مظاهره بکین کین الهمو دورت شنگاری ام دست مظاهره بکین الهمو دورت شنگاری الشنگاری سنون الهم جهه ام دست مظاهره داخوانیا بکین ام هفیدارین کو قوات ما امنيه المنطقه دي موجود هكا جيش عراقي هكا الشرطه المحليه هكا الشرطه الاتحاديه هكا قوى الامن الداخلي باكمله يعني اهميه سازي دزگه قوى الامن الداخلي عراقي كو بتر تشافيوان المنطقه به وحراستها منطقه متشدد حراستها منطقه بتر بكن كان لان دستني الخفي البشتوان شغلاده هنا ومشكلات نفا موجش عراقي درينين وافتشت منافع افتشت دوباره ببه ومنافع افتشت ببه همي زانن ان بلان سياسي ايش هم بجهه السرمتين تنا مشاندن دين الف فتره ده ام زانين مشاكل المنطقه ده زافبن ام هفيدارين الجيش العراقي هشار بن السركاري خو او وامن الوطنيه ومخابرات العراقيه كاتش اجهزه وان الفدري هنا الهشار بن السركاري خو دا احداث دوباره نبن والرئيس سلافه ما اش هم انسان شريف عراقي هنا برخدان عراقي بكا ونهله دست طاغيه وببخته وخاينه بكفتا نيف شعب عراقي وحكومة عراقي ونيف شعب خوفخو وامسو باسيا وقناة وجد كينكو وزعمت كشان دي هاتين فدري وسو باسيا هم حوالي خود كين كو وكو ام هم مالبات ات شهيدانا وام مالبات ات بر خودنا ات بر خداي وباراستنا في قلي كري خير وسلامات هاتن سرسرة سرشة من ضمن أرض العراق. يعني حافظنا على شرف أرض سنجار أرض العراق. يعني ما في فرق بين سنجار وبين بغداد وبين الموصل، كلها أرض عراق.